السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيب قلبي؟ النهاردة هعمل معاكم صينية الكيكة. هعمل معاكم النهاردة كيكة جميلة واقتصادية مش مكلفة خالص. اللهم صل على سيدنا محمد. معانا كده ايه، كوباية سمنة على زيت، ده انا مخلطاها زي ما حضراتكم شايفين، سمنة على زيت. معانا مضرب يدوي اهو. اللهم صل على سيدنا محمد. معانا هنا الناحية التانية هنا، اللهم صل على سيدنا محمد. معايا كوبايه سكر يا حبيب قلبي ايه. اللهم صل على سيدنا محمد. ومعانا كوبايه سكر وكوبايه لبن. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا كوبايه سكر وكوبايه لبن. ومعانا هنا حوالي نص كيلو دقيق زيرو يا حبيب قلبي. ثانية واحدة بقى لغاية ايه ما اجيب البيض. دلوقتي معانا معلقة خل اهو يا حبيب قلبي. هنحط بس معلقتين خل اهو. اللهم صل على سيدنا محمد. معلقتين خل يا حبيب قلبي. اللهم صل على سيدنا محمد. معانا هنا كيس بيكنج باودر واتنين فانيليا اهوتي، 2 فانيليا اهو، وكيس بيكنج باودر. تاج الملوك يا حبايب قلبي. افتح كده. اللهم صل على سيدنا محمد. حطينا كده في الكيكه بتاعتنا البيكنج باودر، فتحناه. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. افتح بقى ايه الفانيليا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. كده حطينا ايه الفانيليا والبيكنج باودر اهو، فتحناهم وحطيناهم. اللهم صل على سيدنا محمد. بعد كده معانا بيضتين 2 بس، مش هنحط كتير، هما بيضتين 2 فقط الخير. لا هنحط 4 ولا هنحط 5 ولا اي حاجه خالص. والكيكه بتاعتنا هتطلع هشه ان شاء الله باذن الله وفي منتهى الجمال يا حبايب قلبي. هنحط حاجات كده اقتصاديه، مش هنكتر في اي حاجه اهو. ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. حطينا البيضتين 2. اللهم صل على سيدنا محمد. حطينا البيضتين 2. دلوقتي ربنا معاكم كده، الخليط بتاعنا ربنا كويس جدا. هنحط دلوقتي الدقيق بتاعنا. اللهم صل على سيدنا محمد. حوالي طبعا نص كيلو دقيق، بس مش هنحط كله طبعا، هنحط طبعا بالتدريج وهنشوف هيعوز تاني ولا لا، عشان ايه احنا مش عارفين نوع الدقيق ده. هنحط شويه شويه كده. لو العجينه عايزت معانا تاني هنحط، عشان احنا كله طبعا دي طبعا مش بيبقى زي بعضه. انا هحط كده ده اللي انا حطيته دوت، لو طلع كفايه خلاص مش هحط تاني. اهم حاجه ان احنا نربي العجينه بتاعت الكيكه حلوه جدا عشان تبقى طالعه معانا هشه وجميله وخفيفه. اهم حاجه العجينه بتاعتنا تبقى ايه، نربها كويس جدا اهي زي ما حضراتكم شايفين اهي ما شاء الله. هي مش هتعوز تاني على فكره، احنا مش هنحط دقيق تاني. كانت العجينه بتاعتنا كانت كويسه جدا. احنا هنقفل كده. اللهم صل على سيدنا محمد. مش هحط تاني، العجينه ما شاء الله اهي في منتهى الجمال معانا. مش هنحط تاني خلاص كده. دلوقتي معانا الصينيه بتاعتنا اهي. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الصينيه بتاعتنا اهي يا حبيب قلبي. معلش بقى عيالي بقى عاملين وش بره، انا اسفه على الصوت ده يا جماعه حبيب قلبي. عيالي عاملين وش بره طبعا، قاعدين في ريح الشاشه، وطبعا عندي بنت صغيره شقيه جدا. معلش على الحس يا حبيب قلبي. كده خلاص صينيه الكيكه بتاعتنا هتخش الفرن، وما تطلع ان شاء الله برضو هنشوفها مع بعض حبيب قلبي.
صينيه الكيكه لسه مطلعاها من الفرن اهي. اللهم صل على سيدنا محمد. طلعنا صينيه الكيكه ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد في منتهى الجمال. هقطع بقى كده، هقطع الكيكه بتاعتنا ونشوفها بقى الكيكه الاقتصاديه دي عامله ايه وهشه ازاي وجميله ازاي. اللهم صل على سيدنا محمد. بس انا لسه مطلعاها من الفرن، مش عارفه بقى هي هتعمل معايا ايه دلوقتي. ثانيه واحده كده، ثانيه واحده بقى كده نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. احاول بس اطلعها بالراحه بس كده عشان لسه مطلعاها من الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. الواحد خايف انها تتقطع منه ولا تتقسم ولا اي حاجه عشان لسه مطلعاها يعني سخنه خالص بطريقه فظيعه. ممكن اجيب من على الحرف، يمكن اللي على الحرف تطلع ايه، تطلع المرقه يعني اعرف اطلعها. بسم الله الرحمن الرحيم. المشكله ان لسه مطلعاها من الفرن لسه ايه سخنه قوي، هي عايزه تبرد الاول قبل ما اطلعها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طلعت خرطه اهي ما شاء الله. الكيكه بتاعتنا هشه ازاي ومحمره من ورا ومن قدام منتهى الجمال. انا عايزه اطلع كمان خرطه بس المشكله انها سخنه قوي، انا مش عارفه اتمكن فيها بصراحه عشان سخنه لسه. المفروض انها تهدى شويه كده وبعدين ان احنا ايه نطلعها. بس هشه في منتهى الجمال والله يا حبايب قلبي. انا هسيبها تبرد شويه وبعدين اطلع لكم منها كده ونصور ان شاء الله باذن الله، عشان بصراحه هي دلوقتي ايه يعني بصراحه سخنه خالص. بس في منتهى الجمال الكيكه بتاعتنا الاقتصاديه اللي بيضتين 2 بس يا حبايب قلبي وهشه وجميله. هسيبها تبرد شويه وارجع لكم تاني عشان ايه بس اعرف اقطعها معاكم. حبايب قلبي الكيكه طلعتها من الفرن، العيال بقى كل نصها ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. طلعت الكيكه من الفرن، العيال ما شاء الله قعدوا يحولوا نصها من الورايا. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. خفيفه بقى وهشه بقى كده وكيكه يعني ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. احسن حاجه فيها انها خفيفه وهشه، لا مكتومه ولا اي حاجه بقى ما شاء الله كده عامله زي النايتي. العيال بيقولوا لي يا ماما انت عامله لنا كيكه زي النايتي، يعني طعمها يا ماما خطير خطير جدا 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 جدا. اللهم صل على سيدنا محمد. شايفين يا حبايب قلبي ثانيه واحده بس ايه، شايفين الكيكه خفيفه وهشه زي النايتي بقى في منتهى الجمال. اللهم صل على سيدنا محمد. والله انا مش عارفه اقول لكم بس طعمها ايه وريحتها ايه، بس بصراحه والله العظيم يعني مش مجامله، مش عشان انا اللي عاملاها لا والله العظيم هي جميله جميله جدا وهشه في منتهى الجمال جدا. اللهم صل على سيدنا محمد. شايفين جمال الكيكه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. جميله جدا وريحتها جميله جدا 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 وهشه بقى وخفيفه مش مكتومه، لا خفيفه. والقطع بتاعتها مش مليانه كده، لا القطع بتاعتها خفيفه جدا ومش تقيله. واخدين بالكم من حاجه يا حبايب قلبي؟ انا هوريكم حاجه كده اهو. اللهم صل على سيدنا محمد. شايفين الكيكه هشه ما شاء الله جميله مش مكتومه، وغير كده كمان ريحتها جميله وعامله زي النايتي بتدوب في البق. الحته تاكلوها كده بتدوب في بقكم لوحدها، يعني بتدوب في البق ما شاء الله والله بتدوب دوب كده. يعني العيال بيقولوا يا ماما احنا بناكل منها بتدوب في بقنا، يقولوا دي مش كيكه، ده دي حاجه كده بتدوب في البق، حاجه بتدوب في البق يا ماما. اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب تكونوا بخير من داخل مصر وخارج مصر. كده الفيديو بتاعنا انتهى حبايب قلبي، خلاص كده الفيديو بتاعنا خلاص كده انتهى. قطعنا الكيكه مع ان العيال قعدوا يبهدلوا فيها وياكلوا فيها وانا لسه مطلعاها من الفرن ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. العيال قعدوا يقطعوا فيها وياكلوا فيها من حلاوتها، قعدوا يقولوا يا ماما احنا مش قادرين نقاوم مش قادرين نقاومها. طعمها جميل جدا وريحتها جميله جدا، مش قادرين نقاوم يا ولاد. استنوا لغايه ما تبرد، مفيش فايده مفيش فايده. بهدلوها وهي لسه سخنه ما كانتش بردت بقى، بهدلوا فيها وقعدوا ياكلوا فيها يقولوا احنا مش قادرين نقاوم يا ماما جمالها. حبايب قلبي الفيديو بتاعنا انتهى لحد كده.
يا رب تكونوا بقى بخير يا حبايب قلبي من داخل مصر وخارج مصر. الفيديو بتاعنا كده انتهى حبايب قلبي. متنسوش اللايكات قناه هاني من البيت، اشتراك في القناه، واللايكات بتاعتكم الحلوه اللي دايما دايما يا رب نفسي اشوفها كده تفرحني كده، وتوصلوا الفيديو دوت. الله يا سلام لو وصلتوا لي بس ال10,000 لايك، لا انا مش طماعه، 500 لايك بس يبقى يا حبايب قلبي، يبقى انا بصوا يبقى كرم من عند ربنا، ويبقى كل الشكر ليكم حبايب قلبي. تعملوا لي لايكات كده احس ان انا ضيفه خفيفه عليكم وانتوا حابيني زي ما انا حبيكم حبايب قلبي. يا رب اشوفكم على خير من داخل مصر وخارج مصر يا حبايب قلبي. اقول لكم دلوقتي استودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشوفكم الفيديو الجاي على خير وبصحه وسعاده. السلام عليكم يا حبايبي.